السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عندنا وصفة جميلة جدا، عندنا روتين كامل، يوم كامل عند ماما. هنعمل فطار حلو جدا، وهنعمل نوعين من سمك البحر، سمك الفراخ وسمك البربون. تابع معايا لغاية اخر الفيديو، وان شاء الله تستفيدي باذن الله، وندردش كده شوية مع بعض واحنا في الفيديو. ما تنسانيش في اللايك، لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو من ايدك. بدأنا هنا في الفطار. بابا وقف، طبعا بابا ربنا يخليهولي بقى، وقف ايه؟ عمل لنا فول بالصدق. طعمه جميل جدا جدا جدا، اعملوه بنفس طريقة بابا وهيعجبكم بإذن الله. حمرنا فصين توم كده او 5 فصوص توم، ونزلنا، دي اختي طبعا بتنزل عليا، ونزلنا بالصدق على طول. عطينا له كده ايه، شوحناه. وبعد كده نزلنا بالطماطم. طبعا الكمية اللي عندك، يعني انا كده بقولك على المقادير بالظبط هنعمل ايه. تمام. الطماطم خدت لها غلوتين كده على النار، اتسبكت شوية، وبعد كده هنزل بالبهارات معايا. نزلت بشوية ملح، وطبعا بحاول ان انا اخلي الصدق كده ياخد له يعني شوية سوا كده مع الطماطم. تمام. ونزلت بشوية مية، وبس كده، سهل جدا، مفيهوش اي حاجة خالص نهائي. عندك فلفل تمام، مفيش مشكلة. يعني احنا ما حبيناش نحط فلفل عشان طبعا معانا الولاد، عيالي بقى وعيال اختي وكده، فما حبيناش ايه نحميه شوية. بس استكفينا بشوية فلفل اسمر وشوية شطة صغيرين. تمام. كده الفول الصدوق والطماطم جاهزين معايا، هبتدي ان انا انزل بالفول. طبعا فول جاهز، مش معمول في البيت، ده من عند الراجل كده جايباه جاهز. تمام. وبس كده، طبق الفول جاهز معايا خلاص، كده هياخد له غلوتين كده وهرسه هرسه صغيره، وطبق الفول جاهز معايا. بابا طبعا هو اللي وقف عمله، وقف كمان عمل طبق جبنه بالطماطم بقى كده، بالبقدونس والفلفل، شويه كمون كده وشويه زيت، خلى طعمه جميل جدا جدا. بحب قولولي بقى في التعليقات مين زي كده بيحب يروح عند مامته وباباه كده ويحب كده ياكل من ايديهم. يعني لو اكلت طبق الجبنه بالطماطم دوت 100 مره، انا لازم اكله من ايده. في حاجات معينه كده لازم اكلها كده من ايديهم، بيبقى ليها طعم مختلف. عملنا فلافل بقى، لانشون، جبنه بيضه، جبنه قريش، كان الفطار جميل جدا. دخلنا بقى على الغدا، ومعانا نوعين من سمك البحر، سمك بربون وسمك فراخ. ده سمك البربون سعره 80 جنيه، ممكن بيبقى 100 لو كبير شوية. وده سمك طبعا الفراخ، برضه نفس الكلام، الكيلو ب80 جنيه. طبعا غسلاه ومصفياه، وعلى التتبيلة على طول. التتبيلة هي توم، كمون، شطة، حبة كزبرة كده، وشوية ملح. هريسة شطة جاهزة كده، جايباها من الفريزر، بنبقى جايباها من الفريزر على الاستخدام على طول. دقيتهم طبعا، نعمتهم، وهقسم الكمية ديت على نوعين من السمك، هقسمهم بنفس الشكل كده. وقولولي بقى الهون النحاس ده مين لسه محتفظ بيه لغاية دلوقتي؟ طبعا ماما بقى هي لسه محتفظة بيه لغاية دلوقتي، ومش عايزة تدهولنا ابدا نهائي يعني. المهم، نوعين من التتبيلة بقى معايا هنا، ليمون ومعايا لارنج. طبعا كتير مننا عارف اللارنج، متوفر في السوق اليومين دولت، وبيدي طعم حلو جدا في التتبيلة. عصرته نص هنا ونص هنا، وابتدي بقى ان انا ادمج بقى ايه التتبيلة ديت مع السمك. السمك مش بيتفتح بطنه، بيكون فيه بطروخ، فحرام ان انا ارمي البطروخ بصراحة. هو اصلا ما فيهوش بطن، يعني هو فيه يعني حاجة كده صغننة جدا جدا جدا، مش هتبان اصلا. تمام. وطبعا نفس الكلام في سمك البربون، برضو مش بيتنضف، بيكون فيه بطروخ. ده طبعا عود من البقدونس كده، عطى طعم كده وريحة حلوة قوي قوي يعني. دي بقى التتبيلة، بصوا شكلها. هسيبها بقى تتوغل كده مع السمك بقى ايه لغاية ما اكمل باقي وصفتنا. وعلى السريع معايا بدنجان، هقطعه شرايح كده بنفس الشكل، وهرش عليه شوية ملح. مبحطش عليه مية خالص، انا بحط ملح بس. وهسيبه بقى كده ايه يتملح شوية على جنب. محضرة معايا 3 بصلات، هبتدي ان انا اقطعهم على الناعم كده.
او ابشريهم او في كبة براحتك، وهنزل عليهم بشوية زيت. هنعمل رز صيادية مع السمك، ومين ما بيحبش ياكل رز صيادية مع السمك؟ ده لازم رز صيادية دوت يتاكل مع السمك. هحمره تحميرة كده واغمق لونه شوية، وهبتدي ان انا انزل بالمية وبالملح، وطبعا على حسب الكمية اللي عندك. تركاية كده بسيطة، معلقتين كده صلصة حلوين بيخلوا لونه جميل جدا جدا. شوية ملح وشوية كزبرة، وبنزل بالرز وبتعامل معاه معاملة الرز العادي. كلنا بنعرف نعمل رز. خلصت خلاص الرز معايا، وفي نفس الوقت خلاص غسلت البدنجال ونزلت الملح اللي فيه وهحمره في الزيت. وجنبينا برضو 3 فصوص من الثوم محمرهم في الزيت، وهنزل عليهم بعصير طماطم. الطماطم ديت ليه؟ للبدنجال، هنعمل مسقعة. تمام. عليها شوية ملح كده وفلفل اسمر، وهسيبها تاخد لها غلوة على النار لغاية ما اكمل كل التحمير اللي عندي بنفس الشكل. خلاص كده خليتها مرخية شوية، مش عايزاها تخينة، عايزاها مرخية شوية. وهنزل بالصلصة على البدنجان بنفس الشكل. المسقعة من أساسيات أكلة السمك اللي بحبها جدا يعني. تمام كده، تمام كده الرز خلص والبدنجان خلص معايا، وآخر حاجة بعملها هو السمك عشان يتاكل سخن طبعا. لازم يكون آخر حاجة. معايا دقيق صافي كده مفيهوش أي حاجة خالص، وببتدي ان انا اعفره باخد سمكية كده واعفرها. كلنا بنعرف نحمر السمك وبنفس الشكل كده. الفيديو بتاعنا سهل جدا وبسيط جدا جدا، واول مرة اعمل لكم روتين كده عند ماما. وان شاء الله كده الايام اللي جايه باذن الله هنعمل روتينات كتير عند ماما. هحمر بقى كل الكميه اللي عندي بنفس الشكل كده، وهعفره بالدقيق بنفس الشكل. ما بياخدش سوا كتير على النار، يا دوبك ياخد له لون كده، هو ما بيغيبش خالص على النار. لحمه ابيض من جوه وطعمه جميل جدا. هو اصلا بيتغذى على الجمبري، يعني هو بياكل جمبري. السمك دوت ما بياكلش اي حاجه الا الجمبري. فلحمه من جوه ابيض ومش زفر، وطعمه كان في منتهى الجمال. وجربوه وانزلوا السوق كده، هاتوا سمك فراخ، هاتوا سمك بربون، هاتوا مرجان. انواع السمك البحر كتيره جدا، ومش غاليه ومش رخيصه على فكره، هي غاليه وبيكون طعمها جميل جدا. في نفس الزيت ما بغيرش بقى، بزود زيت كل شوية كده. وبعمل سمك البربون بنفس الطريقة برضو، بعفره بالدقيق وبنزل على طول في الزيت. طبعا هعمل كل الكمية عندي بقى على السريع كده، وهو ده لونه النهائي. تمام. ما تتكيش عليه لان ما يتهرش منك، لان ما بياخدش خالص سوا على النار. وما تقلبوش كتير. ده شكل السمك بعد ما خلص، ومعايا شوية ملح وكمون وكزبرة. وهبتدي بقى ان انا وش كده على السمك بعد ما طلع، وبعصر عليه شوية ليمون. تمام. اللي احنا رشيناه دوت للناس اللي بتاعت زمان كده، لو يعرفوا اسمها الدقة. تمام. دي اسمها الدقة. والليمون بقى عليها كده، وبصي بقى دوقي وتعايشي كده مع السمك. تمام. هنا عملنا سمك مشوي بقى. بابا بقى راح كده نضفه بقى، نضف بطنه كده. وبصراحة شويناه بره جاهز، يعني ما اشتواش في البيت. ده كده انواع السمك بتاعتنا. والوصفة بتاعتنا كده النهاردة خلصت، وعملنا الرز بتاعنا والبتنجال، وعملنا طبق سلطة كده حلو. مش محتاج تصوير معاكم، كلنا بنعرف نعمل سلطة. وده كان وصفتنا النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة. هتلاقيها قدامك على الشمال مكتوبة باللون الأحمر، اتك عليها واختاري الكل عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. وما تنسوش تكتبولي في التعليقات مين زي حالاتي كده بيحب يروح عند مامته وبيتأمر كده، وأكلات معينة لازم ياكلها، ولو أكلناها مليون مرة في بيتنا بيكون طعمها مختلف خالص نهائي عند ماما. أكلات كتيرة كتيرة كتيرة. لو كملت الفيديو معاكم هقول لكم في أكلات معينة بعملها ببيتي كتير بس، وبصورها كتير وبديكم وصفات كتيرة، بس لازم أكلها عند ماما بيكون ليها طعم جميل جدا جدا. أسيبكم في رعاية الله، ومتنسونيش في اللايك، ومع السلامة.